بعد طول غياب وبعد طول انتظار ليكم طبعا ليا. لا طبعا محدش فاكرني اساسا. المهم انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل ما اقول اسكت يا لساني، لساني مش هيسكت، لازم اطلع واتكلم. هو حلال ليهم وحرام علينا يعني، وحرام علينا بقى ان انا اتكلم؟ لا هتكلم. المهم احنا ايه، بنترحم على الناس اللي ماتت وربنا يا رب يزيح عنهم البلاء، وربنا ينصر الجميع يا رب ويرحم الشهداء. ده اولا. ثانيا بقى انا ايه طالعه لان انا ما بحبش الظلم. الظلم ظلمات. فانا طالعه يعني هتكلم عن مين. هي عماله تتكلم تقول آه، احنا من الناس ما بنطلعش ناكل على الشاشات. لا، انت بتطلعي تشرشحي على الشاشات وبتطلعي. فانتي من النوع اللي ايه ما بتاكليش على الشاشات. لا، كلي احسن، كلي احسن، بدل ما انتي ايه بتمسكي في اعراض الناس وبتهتكي ستر ناس بالغلط وفي ناس كتير متابعينك بيأيدوكي، مش عارفة مأيدينك على الغلط. واحنا عرفنا خلاص مين ويلي، لان انتي من بعد ما ويلي مشي كل معلوماتك فيستك ولا حاجة فيهم صح. عرفنا مين ويلي. طبعا هي كانت قاعدة معاها ومعتبراه سندها وظهرها، وطلع ان هو ايه، الجاسوس ليكي. حتى لو هو مش معرفك ان هو، وانتي كان قايلك ان انا ويلي، بس كان هو. من ساعة ما اتطرد من فرنسا وعرفنا مين ويلي، خلاص عرفنا مين ويلي. ويلي اللي كان بيجيب لك اخبارها، واخبار طبعا ايه يعني كلها ايه، راحت هنا هتيجي من هنا، كانت اخبار كلها ايه، هبلة زي حضرتك. المهم، هي ايه، عاملة نفسها ملاك نازل من السماء، وعاملة نفسها ملاك نازل من السماء. والست راحت قال ايه، بتعازب وقاعدة في كرسي وعمالة تلمح تلميحات غريبة. وانتي ما شفتيش انتي الفيديو بتاعك، اخر فيديو من 19 ساعة، وهي منزلة فيديو من يومين ان هي معاها بناتها، وانتي 57 دقيقة عمالة طبعا نم وماسكة اعراض وكل ده ما خدتيش يعني، كنت شلت الفيديو حتى لمصداقيتك يعني، ان انت كده هتباني كدابه. عماله تقولي وتلمحي انك في واحد معاها وفي كرسيين وهدومها اللي على الارض، طلع ان الوليه معاها بناتها. شوفي بقى، طب ليه ما شلتيش الفيديو بدل عشان مصداقيتك قدام جمهورك الحبيب العظيم اللي بيدعمك ده. ما انا مش هسكت، انا مش هسكت. انا هتكلم. المهم كل كلامها وكل تفكيرها في ايه، في منطقة واحدة. مين بقى اللي تفكيره واحد؟ مين بقى يا ولاد اللي تفكيره وحش وتفكيره في منطقة واحدة بس، وتفكيره حوالين نقطة واحدة بس؟ هي مش عايزة برضه اغلط فيها لان هي برضه من بنت بلدي يعني، مش عايزة اغلط في دي ولا في دي، بس هي بتاعت ايه، باريس. هي اللي تفكيرها فين، في نقطة واحدة، وان هي بتاعت رجالة وماشية ورا رجالة. صف النية، صف النية. طلعت مع بناتها، هي طلعت مع بناتها، وممكن تكون ست داعية زي ما كانت واحدة في السعودية. هي كل تفكيرك ان هي عريس وراح تجري ورا عريس، حتى لو ايه المشكلة، بتشوف رزقها. لا طبعا يعني بقى انا بهزر طبعا، بس يعني ما اعتقدش ان هي راح تجري ورا عريس زي ما انت ما بتقولي. وكل كلامك طبعا من بعد ما ويلي مشي كل كلامك كله غلط في غلط. وانت 57 دقيقة طبعا استخسرتيهم، ليه تشيليهم؟ لا هخليهم. طبعا يا اختي استخسرت ال57 دقيقة اللي قاعدة ترد وتعجني وتعيدي وتزيدي وكرسيين وتلمحي. الولية طلعت قاعدة هي وبناتها وبنتها، والبنتين على سرير وهي على الكنبة اللي بتتفتح كليك كلاك. يعني ما فيش رجالة في الموضوع، تفكيرك في نقطة واحدة زي ما قلتلك. نضفي النية شوية، حسني نيتك حب. المهم بقى يا ولادي يا حبايبي يا حلوين، ادي كل الكلام يعني. في نقط هي عماله تحكي فيها وهي ما حصلتش من الاساس، والست طلعت ان هي مع بناتها وما فيش راجل معاها في الاوضه، والهمز والغمز اللي هي ماشيه بيه وهي اللي بتعمله ده مش رمي محصنات بالباطل. يعني عماله ترمي تحدف، تقول كلام هو مش حقيقي فيها، ان هي ماشيه ورا نزواتها وفايزه العايزه. طب وذنب ايه فايزه يعني في الحوار؟ والنبي كل فايزه
كل ست اسمها فايزة المفروض ترفع عليكي قضية عشان اسمها اللي بيتجاب في كلام ابي حزة اللي انت بتقوليه ده. انا من موقعي هذا بطالب كل فايزة ترفع عليكي قضية. فايزة مين يا حاجة؟ فايزة مين؟ ما تقولي اسمها، خليكي جريئة كده وقولي اسمها. ولا انت خايفة قناتك تتقفل زي الاولانية؟ يلا، عايزة تنقضي خليكي قدها بقى وانقضي صح. بس كلام التلميحات وكله وصاحبة الأبواب المغلقة ما طلع كله كلام ويلي ويلي، ما هو كلب بقى ويلي يعني. هو كلامه هيبقى حقيقي؟ يلا بقى أشوفكم على خير، يلا سلام باي باي، واللايكات لايكات لايكات بعد طول انتظار بقى لايكات، مش عايزة أرجع تاني واختفي. يلا باي باي سلام.